تغيير السلوك النفسي هو ليه 4 مراحل. أول مرحلة هي مرحلة التغيير، لازم أكون أنا مستعد نفسيًا إن أنا هابتدي أغيّر في سلوك معيّن. تاني حاجة هي عملية التغيير، زي ما اتفقنا إن في عوامل تغيير أو مؤثرات خارجية وداخلية، فدي من أكتر الحاجات اللي بتأثّر في عملية التغيير دي. تالت حاجة هي الفعالية، إن الشخص يكون مؤمن بنفسه ومؤمن بذاته إن هو يقدر على التغيير ده، وإن هو يقدر ياخد خطوة في عملية التغيير. لو أنا مش مؤمن بنفسي أنا أصلًا مش هابتدي، فدي أهم حاجة في ال4 نقط. آخر حاجة هي التوازن في اتخاذ القرار. يعني إيه؟ يعني أنا خلاص أنا ابتديت رياضة وابتديت أغيّر من سلوكي الغير صحّي ده لسلوك صحّي، وقعدت مثلًا كده شهر. طيب جيت بعد شهر وقفت قدام المراية كده، لقيت إن أنا جسمي ما اتحولش التحول اللي أنا كنت منتظره. فساعتها بقى هاقول هل التعب اللي أنا تعبته والحرمان اللي أنا اتحرمته من كل حاجة أنا باحبها ده يستاهل المرحلة اللي أنا وصلت لها دي، والّا هاشوف إن أنا ابتديت أتغيّر وده يدّيني حافز أكتر لإن أنا أبتدي أكمّل ويبقى فعلًا life style وأقدر أكمّل عليه على